اهلا بكم في الجزء الثالث من سلسلة نوشن. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن التيبلز وازاي تنظم بياناتك. النهاردة هندخل في حاجة اقوى بكتير، الفورمولا. لو عاوز تحسب المدة ما بين تاريخين، تجمع ارقام، تعمل اوتوميشن، او حتى تغير شكل البيانات تلقائيا، الفورمولا هي المفتاح. يلا بينا نفك الطلاسم ديت. الفورمولا في نوشن برايورتي بتعمل حسابات تلقائية على البيانات اللي موجودة في الرو. يعني ايه؟ يعني بدل ما تحسب كل حاجة بايدك، الفورمولا بتعملها اوتوماتيكي. عاوز تعرف المدة ما بين تاريخ البداية والنهاية، عاوز تجمع أرقام من أعمدة مختلفة، عاوز تظهر رسالة معينة حسب الستيت، عاوز تحول نص لكابيتال أو سمول، كل ده بالفورمولا. والجميل إنك ممكن تدمج أكتر من دالة مع بعض عشان تعمل أنظمة معقدة. خلينا نشوف إزاي. علشان تعمل فورمولا تضغط على علامة الزائد جنب آخر عمود، هتختار فورمولا، تقدر تغير الاسم بتاعها ونخلينا نسميها مثلا توتال. تدخل على خانة الايديت برايورتي، هتلاقي ايديت فورمولا، تضغط عليها. مش عاوزك تتخض، مع بعض هنتعلم كل حاجة واحدة واحدة. خلينا نقول مثلا اللي احنا عندنا عمودين، عمود نمبر بتاع ده مثلا هنكتب نسجل فيه البرايس. خلينا نقول ان الداتابيز دي للمنتجات، الحاجات اللي بنبيعها. خلينا نقول مثلا ان احنا معانا عمود كمان في العدد، المنتج ده اتباع كام مرة. دلوقتي انا معايا مثلا المنتج الاول سعره حوالي قول مثلا 10 دولار او 10 جنيه. بعت منه كام قطعة؟ خلينا نقول مثلا انا بعت منه 50 قطعة. انا عاوز هنا في الفورمولا اللي هو التوتال تضرب لي العشرة في الخمسين تطلع لي 500. مش ده اللي انا عاوزه؟ تضرب العشرة في الخمسين تطلع لي الناتج. اقدر اعمل كده. ندخل على edit priority edit formula، هنيجي هنا هنلاقي دلوقتي ظهرت معانا العمودين اللي احنا لسه ضايفينهم، البرايس والعدد. خلينا نختار مثلا العمود بتاع البرايس. خلينا نحط ان المعادله بتاعتنا انا عاوز عمليه ضرب، صح؟ انا معايا عمليه ضرب، اسم، جمع، طرح، نتعرف عليهم كلهم. خلينا دلوقتي عمليه الضرب. تمام، انا عاوز اضرب البرايس ده في ايه؟ في العدد، عدد المنتجات اللي انا بعتها. تمام، ادي كده الفورمولا اتعملت. حتى هو هنا دلوقتي بيطلع لك الناتج بتاع الفورمولا، لما الفورمولا بتكتمل او بتتعمل صح بيطلع لك هنا الناتج. طب انا لو كتبت الفورمولا غلط، يعني مثلا خلينا نقول حطينا حاجه غلط، هنا بيجي يطلع لك يعني تحس ان في مدرس انجليزي قاعد بيكلمك بيقول لك انت الغلط فين، في انهي سطر، في انهي حته، في انهي جزئيه. يعني انت بقرا الحاجات دي وهتلاقي نفسك بتسهل عليك الموضوع. تمام، انا دلوقتي عملت الفورمولا بتاعتي وطلعت فعلا معايا الناتج بتاع المنتج الاول اللي موجود معايا. ادي اول حاجه. طب تعالى نجرب. معايا منتج تاني مثلا، السعر بتاعه خلينا نقول ان هو 50. بعت كام منه؟ خلينا نضرب رقم عشوائي 325 مثلا. يقوم التوتال مطلع لي الناتج مباشرة. قبل ما ندخل في الدوال لازم نفهم انواع البيانات اللي نوشن بيتعامل معاها الاول. اول نوع معانا اللي هي النصوص. عشان تحط نص جوه نوشن او جوه الكود بتاع الفورمولا او بايثون حتى، انت لازم أن تكون حاطط النص جوه علامتين تنصيص. فخلينا نقول مثلا حطينا العلامه دي وقلنا كفاءة مثلا، ولازم اقفل علامه التنصيص. كده نوشن بدأ يتعامل مع الجزئية دي أو الكلمة، كلمة المكافأة أو أي نص أو أي حاجة أنا حاططها جوه علامتين التنصيص دمت على أساس إن هما نص. طب أنا لو ما حطيتش علامات التنصيص فهيطلع لي ان هنا في خطأ. هو هنا حتى بيقول لك is not a defined. ما فيش يعني مش عارف اتعرف عليه هو ده ايه. عشان اتعرف عليه هو ده لو نص لازم تحط لي ما بين علامتين التنصيص. طب الارقام، اي رقم احنا بنكتبه لوحده بدون علامات تنصيص وهو بيتعامل معاه على اساس ان هو رقم مباشر. عندنا حاجه اسمها الدوال المنطقيه اللي هي البولين. تمام، دي اللي عباره عن ايه؟ عباره عن true وفولس. والدوال دي اللي هو انا لما اجي اقول مثلا هل واحد بيساوي اتنين، فده هقول له مثلا ان دي معلومه صحيحه. رابع حاجه معانا اللي هو التواريخ اللي هو الديت. ولازم عشان تتعامل مع الديت لازم تتعامل معاه بدوال معينه خاصه بيه. خلينا نقول مثلا داله زي ناو ونحط علامتين التنصيص. فدي داله احنا هنستخدمها كتير عموما، بتعرض لك تاريخ اليوم او التاريخ اللي هو بتاع اللحظه اللي انت فيها دي. زي ما انت تشوف الناتج معانا، معاك نوفمبر 26 2025 الساعه 3 العصر. اداني التاريخ بطريقه مفصله اللي هو الان. تمام. طب انا مش عاوز كده، انا معايا مثلا برايورتي عن التاريخ وعاوز اعمل حاجه تخصها، اعمل مثلا فورمولا عن عاوز اجمع التاريخ ده مع حاجه معينه. فنقول مثلا هنعمل بروب اللي هو بنحط جواها البرايورتي اللي هتكون معانا. ونخلينا نقول مثلا ان اسم البرايورتي لازم نحطه ما بين علامتين تنصيص ديو ديت اللي هو التاريخ الحالي مثلا. ونقفل البرايورتي. طيب، انا كده كاتب الداله صح اللي هو البروب ديو ديت. انا لو معايا برايورتي بالاسم دوت هيبتدي يتعامل معاها على اساس ان هي تاريخ. طب هنا دلوقتي مطلع لي ان في خطا، ديو ديت از نوت افيلبل برايورتي.
بيقول لي ان الديو ديت او الاسم اللي انت مدخله دوت مفيش برايورتي عندك في الداتابيز دي بالاسم ده. الشيك بوكس هنرجع تاني للداله بتاعه الدوال المنطقيه اللي هي بتاعه الترو فولس، وكده يكون ضمت الخمس انواع او البيانات اللي نوشن بيتعامل معاها جوه البيانات بتاعته. ليه ده مهم؟ لان كل داله بتشتغل على نوع معين من البيانات. مثلا ما تقدرش تجمع نص مع رقم مباشره، لازم الاول تحول النص لرقم باستخدام داله. طب ازاي او ليه؟ خلينا نقول مثلا ان خانه البرايس دي ما كانتش رقم، ما كانتش نمبر، كانت نص. مش عاوز اقول ان هي 10 بس، عاوز اقول ان هي 10 جنيه، وتحت هنقول مثلا 50 دولار، وعاوز اجمع ما بينهم. لو تلاحظ ان انا اول ما حولت البرايورتي من رقم لنص، الدالة او الفورمولا بتاعتنا ما طلعتليش ناتج. هاجي ادخل على الايديت برايورتي بتاعتي، هلاقي ان هنا بيقول لي ان في خطأ. cannot do math on text and number. ما اقدرش اعمل معادلات حسابية ما بين النصوص والارقام. طب انا دلوقتي انا مش عاوز اقعد بقى اشيل الجنيه والدولار ولسه هعمل برايورتي تانية واخليها مثلا سيلكت والكلام ده كله، انا عاوز يجمع على طول. ما البيانات عندي كلها انا كده كده عاملها. فهستخدم دالة مثلا تو نمبر، هلاقي ان الدالة ظهرت معايا تحت، هختارها. هنقفل القوس ده ونحطه هنا، نقفل على خانة البرايس. كده الدالة دي او الوظيفة اللي انا عملتها دي حولت معايا البرايس من ان هو تكست لنمبر. شافت الرو او العمود بتاعي، لقى مكتوب فيه جملة ورقم، فهو حذف الجملة تجاهلها واستخدم الرقم ده جوه الدالة دي. هاجي اقفل، هلاقي ان الدالة او الفورمولا رجعت اشتغلت معايا تاني. نوشن فيه دوال كتير جدا، هنركز على الاساسي والاكثر استخداما. اولا دوال للنصوص، دمج نصوص، تحويل لحروف كبيرة، تحويل لحروف صغيرة، طول النص، استبدال نص. ثانيا دوال للارقام، تقريب، تقريب لأعلى، تقريب لأسفل، القيمة المطلقة، أكبر وأصغر قيمة. بعدين دوال للتواريخ اللي هو التاريخ والوقت الحالي ناو اللي استخدمناه مع بعض، فرق ما بين تاريخين، إضافة فترة لتاريخ معين، طرح فترة من تاريخ، تنسيق التاريخ. وآخر حاجة دوال للمنطق اللي هو زي الشرط، لما أقول إن أنا لو في حاجة معينة يظهر لي حاجة معينة، أو شروط مركبة، التحقق من الفراغ. خلينا نشوف أمثلة عملية. عندنا في صفحة الأهداف برايورتي بتطلع لي أهمية الهدف، وعندي برايورتي بتطلع لي مدى ضرورية الهدف. وعاوز أعمل خانة جديدة أو برايورتي جديدة تطلع لي التوتال سكور من الاتنين دول. فأنا هعمل إيه بقى؟ هعمل فورمولا واختار فيها أو أسميها الأول توتال سكور، واختار من هنا الامبورتانس حاصل ضرب الضرورية، واخرج الاقي ظهر معايا اجمالي النقاط. مثال كمان، عندنا دلوقتي في صفحة المهارات وعاوزين نعمل عمود فول ديسكريبشن يدمج اسم المهارة زائد المستوى. فانا معايا دلوقتي اسم المهارة السكيل نيم في خانة العنوان، ومعايا المستوى بتاعي ليفل على هيئة سيلكت. فانا دلوقتي عاوز اعمل فورمولا تدمج معايا النصين دمت على هيئة نصوص. فانا هتعامل اول حاجة معايا سكيل نيم اسم المهارة، زائد عاوز اعمل ما بينهم مسطرة علشان ما يلزقليش الحروف في بعضها الكلمتين في بعض. فهعمل علامتين تنصيص، مسطرة علامتين تنصيص عشان يتعامل معاها هيئة ان هي نص، واقفل. زائد بعدين انا عاوز ادمجها مع الليفل، وبس كده يظهر معايا خانة جديدة بتطلع لي الاسم والليفل مع بعض على هيئة فول ديسكريبشن. في الشهادات خلينا نقول مثلا اللي احنا عاوزين نحول الحروف بتاعة اسم الشهادة تكون كلها حروف كابيتال. فهنعمل مثلا فورمولا، ندخل على edit priority edit formula، وهنقول اللي احنا عاوزين upper، وجوه الابر هيكون اللي هو اسم الشهادة. بص من بره هتلاقيها اشتغلت معاك تمام جدا. عاوزين نعمل فورمولا تخلي الاسم بتاع الكورس كامل تبقى حروف سمول. فكل اللي احنا هنعمله هنعمل lower، وهنختار اسم الكورس كورس نيم، وبس كده تبقى الحروف معاك كلها سمول. عندنا مثلا في صفحة العادات عاوزين نغير مثلا كلمة دايلي دي تبقى كل يوم، بس عاوزين نسيبها هنا زي ما هي. هنيجي هنا هنعمل replace، وهنختار اللي هي الفريكوانسي بتاعتها، نحط كوما. احنا عاوزين النص اللي هو دايلي يتحول معايا للنص برضو لكلمة مثلا كل يوم، ونقفل برضو علامتين التنصيص. كده كل صفحة هيكون مثلا الفريكوانسي فيها دايلي هتظهر معايا هنا في الفورمولا كل يوم. تقدر، ده مثال بسيط، اما انت طبعا بافكارك تقدر تستخدم دي في كذا حاجة. في الليرنينج خلينا نقول مثلا اللي احنا معانا برايورتي فيها الاور سبند اللي هو عدد الساعات اللي بيتم اللي الكورس ده بيستغرقها.
خلينا نقول مثلا ان احنا معانا رقم زي ده جواه علامة ايه عشرية، وعاوز اعمل فورمولا تظهر لي الارقام دي كلها بس من غير العلامات العشرية، تكون مقربة الرقم. فهنعمل فورمولا وهنقول راوند وهنختار spending اور spend، وتلقائيا هتلاقيها قربت الرقم اللي معانا. طب انا عندي مثلا، انا واحد بيفهم في الرياضة وعندي رقم زي ده كده مثلا 150 و2 من 10. ال2 من 10 دي ما بتتقربش، بس رغم كده انا عاوزها تتقرب، انا مش عاوز يظهر لي الرقم العشرة. بس 2 من 10 دي بالنسبة للساعة قد ايه؟ 10 دقايق مثلا، تلت ساعة. انا هعتبرها ان هي خدت ساعة كاملة. تمام. فهعمل فورمولا، بدل ما كنت بستخدم المرة اللي فاتت راوند، هنستخدم المرة دي سيل، وهنختار فيها البراكتس اور، وبالظبط كده هتلاقيها اتقربت معانا تلقائي. طب انا عاوز اقرب الارقام لاسفل، انا مش عاوزها تطلع لي 151، لا انا عاوزها تقف لي عند ال 150، لان الاتنين دي ما بتتقربش، فخليها 150. فبدل ما احنا استخدمنا سيل هنستخدم فلور، هتلاقي قربت لك الرقم لاسفل. في صفحة الأهداف بتاعتي مثلا أنا عاوز أعمل حساب فرق ما بين التاريخ المتوقع والتاريخ الفعلي، فأنا محتاج يبقى معايا أول حاجة كده 2 برايورتيز مش موجودين معانا دلوقتي، والاتنين هيكونوا عبارة عن نمبر أو ديت، أو خلينا دلوقتي بس نشتغل على النمبر. واحد هتبقى اللي هو الإكسبكتد، تمام، إكسبكتد خلاص، والتانية اكتشوال، والاتنين أرقام. وعاوزين نعمل دلوقتي بقى فورمولا تحسب لي الفرق ما بينهم هما الاتنين. هنختار apps، وهنختار اللي هو الاكسبكتد داي، او اللي هو الاكسبكتد ماينس الاكتشوال داي، فهيظهر معايا الارقام. انا متوقع مثلا ان الهدف ده هياخد مني 45 مثلا اسبوع او يوم، وفعليا انا خلصته في 44 يوم. عندنا مثلا في صفحة العادات عاوز اعرف اقصى عدد ايام متتالية او اقل عدد ايام متتالية. فاول حاجة احنا هنعملها معانا priority بنمبر، وهنسميها streak، وخلينا نعمل واحدة تانية نمبر برضو best streak. هندخل نعمل priority formula، هنقول max streak كوما best streak. خلينا نقول ان هنا best streak كان 15، وهنا مثلا كان 20، وهنا خلينا نقول كان 1. يعني نجيبهم جنب بعض، تلاحظ ان هنا ان البيست ستريك كان 15، فالفورمولا طلعت لي 15. هنا كان 20، والستريك نفسه اللي انا شغال عليه حاليا كان 7، فال20 هو الاكتر طبعا. هنا الستريك الحالي 2، وافضل حاجة قبل كده كانت 1، فعشان كده يبقى ال2 هي اعلى حاجة عشان احنا عندنا ماكسيمم. طبعا عاوزين الاقل، فهنغير الماكس دي من، بس كده هتعكس معاك، بقت ال14، بقت ال7، بقت ال1. وكده نكون خلصنا دوال الاعداد. خلينا مثلا نبص على الدوال بتاعت التواريخ. وعندنا مثلا انا عاوز اعمل هنا تاريخ اليوم، ودي اسهل حاجة. هنعمل فورمولا، هنعمل ناو، وهنسيب القوسين بتوعها فاضيين، بس كده حط معايا تاريخ اليوم في يوم كله. وانا كده كل يوم جديد هاجي اضيف عادة جديدة او هضيف حاجة جديدة على حسب انا شغال على ايه، هيبتدي يظهر معايا اليوم الجديد مباشرة، تاريخ اليوم مباشرة. خلينا نقول مثلا انا عاوز احسب عدد الايام اللي فاضلالي من النهاردة ليوم الهدف اللي انا عاوزه، اللي انا حاطط مثلا الديدلاين للهدف اللي انا عاوزه. خلينا نقول مثلا هدف زي ده ونحط له تاريخ مستقبلي. هنعمل date between، هي ظهرت معانا date between. هنختار اول حاجة due date، نعمل كوما now، ولازم تحط القوسين بتوعها كوما كمان مرة. بعدين الدات اللي عندنا معانا days، معانا years months weeks days hours minutes، على حسب انت عاوز تحسب او تطرح التاريخ ازاي. تمام. هتخرج هتلاقي ظهر معاك هنا اهوت عدد الايام اللي فاضلنا. مهمة زي دي فاضل لنا 44 يوم، المهمة زي دي المفروض تكون اتعملت بقالها 12 يوم، ودي بقالها 6 ايام. خلينا نقول مثلا ان انا في الكورسات عاوز احسب المدة اللي ما بين بداية الكورس لحد نهاية الكورس، لان المدة يعني اللي الكورس بيستغرقها. فنفس اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، هندخل على الفورمولا edit formula، هنعمل date between، هنختار اول حاجة ال end date، بعدين نعمل كوما start date، بعدين كوما، لازم قلنا نحط علامتين التنصيص days، نقفل علامتين التنصيص. طب مثلا انا في الصفحة بتاعت الشهادات بتاعتي عاوز اعمل فورمولا تقول لي انا حصلت على الشهادة دي من امتى. مثلا date at، اول حاجة معانا هتبقى now كوما، بعدين تاريخ الحصول على الشهادة،
بعدين احنا عاوزين نحسبها بالمانث مثلا، مش عاوزين نحسبها بالايام، عاوزين نحسبها بالشهور. تمام. هتلاقي هنا في الاتنين دولت، عشان احنا بالنسبة لتاريخ تسجيل الفيديو احنا لسه في شهر 11، فهتلاقي صفر. اما بالنسبة للشهادة دي مثلا كده فدي بقى لها شهر. طب مثلا عاوزين نحسب التاريخ المتوقع للعادة الجديدة او العادة التالية، فاحنا دلوقتي محتاجين يكون عندنا priority last done او اخر مرة استخدمنا العادة ديت، و next done date. هي دي الفورمولا اللي احنا عاوزين نعملها. هنعمل date add، هنختار اول حاجة last done كوما واحد، عاوزين مثلا نضيف يوم زيادة كوما الواحد ده عاوزين يكونوا day، لازم علامتين التنصيص day واقفل. تيجي تبص هنا مثلا، هنا كده كان مع بعض ان اخر مرة لاست دن 21، هنا هيبقى 22، هنا 20، هنا 21، 17، 16، 17، عشان احنا قلنا ان هو بيضيف يوم واحد. طب احنا عاوزين نحسب تاريخ قبل الموعد النهائي ب7 ايام، هنستخدم date subtract اختار due date، وقلنا احنا عاوزين نقول مثلا قبله ب7 ايام. فانا دلوقتي هو هيطرح لي التاريخ اللي احنا مختارينه من الديو ديت اللي هو الموعد النهائي، هيطرح منه 7 ايام ويطلع لي الناتج. ننقل لدوال المنطق، وخلينا نقول مثلا في صفحة الاهداف انا عاوز اعمل فورمولا تظهر لي لما انا اختار واحدة من التلاتة دول، كل واحدة فيهم يكون ليها رمز معين بتوع الستيت. فهنقول edit، بعدين نختار اف، جوه منها هنختار الستيت وهنعمل يساوي علامتين تنصيص done، اقفل علامتين التنصيص. في هنا مسطرة، ركز اوي انك تكون دقيق في كتابة البيانات بتاعتك، علشان انت عندك دلوقتي مثلا اسم البرايورتي لو هي بادئ مثلا في واحدة بحرف سمول او حرف كابيتال، لازم تراعي الفرق ما بين الحروف الكابيتال والسمول، المساطر اللي ما بينهم، لازم يكون الاسم او البيانات اللي بتدخلها تيبيكال. بعدين نعمل علامتين تنصيص، عاوزين نحط الايموجي ويندوز وحرف الزد. تمام، علامة صح، ماشي. بعدين نقفل الخانة بتاعة النصوص بتاعتنا. بعدين نعمل اف تاني كمان، جوه منها برضو هنتكلم عن الستيت، معلش نسينا نحط الكوما هنا، تبقى الستيت وهنقول يساوي ان بروجريس، نقفل علامة التنصيص كوما تنصيص ويندوز وحرف الزد، وهنقول مثلا ان بروجريس عاوزينه يظهر لنا رمز الساعة دي، اقفل. طب انا دلوقتي قلت له ان هي لو done هيظهر لي الرمز ده، لو in progress هيظهر لي الرمز ده. في النوت ستارتد بقى مش هنكتبها، هنقول على طول ان هي لو ولا دي يظهر لي على طول ماشي، او رمز الاكس ده احلى. واقفل، اقفل الاقواس بتاعتك دي بتاعت الاف التانية، اول قوس بتاع الاف التانية، بعدين القوس التاني بتاع الاف الاولى. نسينا نعمل دي بس كده. تمام، تيجي تخرج هتلاقيها اتظبطت معاك. طب في هنا مشكلة، استنى نعرف المشكلة دي من ايه، غالبا هتلاقي في طريقة كتابة الاسم. في هنا ار زيادة، في هنا مسطرة قبل الاسم. طيب بس كده. دلوقتي انا معايا لما تبقى done تظهر لي العلامة دي، نوت ستارت هتظهر معايا العلامة دي، ان بروجريس هتظهر معايا العلامة دي. مثال تاني في العادات، مثلا انا معايا اللي هو الستيت فيها دي تشيك بوكس. تمام، عاوز اعمل فورمولا تظهر لي ان العاده دي اذا كانت اكتملت، اللي هو تعلم على الشيك بوكس تظهر لي رمز معين، واذا ما كانتش اكتملت تظهر لي رمز تاني. تمام، فهنقول اف، نفتح القوس، هنختار الستيت شيك بوكس يساوي لو ترو كوما يظهر لي اللي هو الايموجي لسه كنا مستخدمينه من شويه، لم يتم كوما يظهر الايه الرمز ده. بعدين نقفل الاقواس بس كده، نجيب دي جنب دي. الشروط المركبة خلينا نقول زي مثلا في صفحة الأهداف، أنا عاوز أعمل تحذير إذا كان الهدف متأخر وغير مكتمل، أقدر أعملها إزاي؟ هنيجي نضيف برايورتي جديدة للفورمولا، حتى بس كده عند الجزئية بتاعة الأهداف ندخل على الإيديت، هتلاقي في الفورمولا دي في كذا دالة داخلين مع بعض. يعني هنقول مثلا أول حاجة F، بعدين N، بعدين date between، وهنحط فيها now كوما، بعدين هنتبع تبعا للديو ديت اللي هو تاريخ النهاية، وعاوزينه يكون بالأيام، فهنحط علامتين التنصيص دايز بعد الأيام. كده احنا لسه في نص الطريق، نحط علامة أكبر من الصفر، وده هيكون تبعا لحالة الستيت عشان يكون إذا كان مكتمل أو غير مكتمل. فعشان الجملة دي اللي هو مكتمل أو غير مكتمل، فأنا هقول إن هو هيطلع لي الإشعار ده لو هو اي حاجة
غير done. فاي حاجه غير done دي تتكتب ازاي؟ علامه تعجب ويساوي، بعدين علامتين التنصيص عشان هندخل نص، وكلمه done، واقفل علامتين التنصيص، بعدين اقفل القوس لسه مخلصناش، كوما. انا عاوز يطلع لي ايه بقى؟ انا عاوز ايه اللي يظهر لي؟ انا عاوز يظهر لي اشعار بكلمه متاخر، المهمة دي متأخرة، بعدين نقفل علامتين التنصيص بتوعنا. طب أنا دلوقتي في الفورمولا اف لازم يكون معايا 3 حاجات، أنا دلوقتي حاطط له 2، أعمل كوما، وعلامتين التنصيص اللي هما التالتة هسيبهم فاضيين وأقفل. أدي كده الفورمولا عندي جاهزة ومكتوبة صح والدنيا تمام. هاجي ابص عليها هنا هلاقي ان عندي مهمه زي دي مثلا، هي لسه في 26 تمام، فهي لسه موعدها ما جاش، وان هي كده كده لسه شغاله. عندي حاجه زي دي هي خلصت، ميعادها خلص تمام، ده في شهر 11 يوم 20 بس ضن، فبرضه ما فيش مشكله. هنا عندنا المهمه ديت لسه ميعادها قصدي اتاخر، ده في شهر 11 يوم 14 في 2025 تمام، ونوت ستارتد انا لسه ما بداتش فيها، فبيطلع لي طبعا الانذار اللي احنا عملناه متاخر لو طلع. مثال كمان على الدوال المركبه دي. طيب انا دلوقتي مثلا معايا في المهارات او المهارات بتاعتي السكيلز، وعاوز مثلا يطلع لي اشعار لو انا المهاره دي ما مارستهاش بقالي 7 ايام او اكتر من 7 ايام. هنعمل فورمولا اف وافتح القوس ديت بتوين، برضو بما اني عاوز اشتغل على ديت، ركز طبعا في الحروف الكابيتال والسمول. انت عندك ديت بتوين، الديت بتبتدي بحرف سمول وبتوين الحرف فيها كابيتال، لو عملته سمول الحرف البي ده سمول فالداله مش هتشتغل تمام. تركز ان يكون كل حاجه عندك وانت شغال دقيقه. هنا نحط ناو، عاوزين من اللي هو لاست براكتس اللي هو التاريخ بتاع اخر مره مارست فيها المهاره دي البرايورتي عندنا جاهزه. بعدين احنا عاوزين نشتغل، احنا بنتكلم على ايام فهنستخدم دايز. ادي ده الجزء الاولاني. انا عاوز ايه بقى؟ لو انا التاريخ ما بين النهارده واخر مره انا مارست العاده دي طلع معايا الداله دي كده الجزئيه دي اكبر من 7 اللي هم 7 ايام، انا عاوز ايه اللي يحصل؟ واقفل علامتين التنصيص. طب لو ما كانش، لو كانت الدنيا تمام معانا، نعمل ايه؟ افتح ونقفل القوسين بتوعنا، ونقفل علامتين التنصيص الاول بعدين نقفل القوسين، وادي الداله جاهزه معانا. طول ما الداله ما تحتهاش خطوط حمر ما طلعليش هنا ان في مشكله او ان في اي حاجه، بل بالعكس طلع لي الناتج بتاعها، ناتج الداله ان الداله اشتغلت، يبقى الدنيا تمام. اقفل هلاقي ان الداله معايا الدنيا تمام. انا دلوقتي مثلا معايا عاده زي دي اخر مره انا مارستها فيها 20/11، طب النهارده 27 فالدنيا تمام بالنسبه لي. طب تعالى نقول لو هي كانت يوم 19 تحتاج الى ممارسه. طب تعالى نقول بقى لها مده طويله تحتاج الى ممارسه. طب انا النهارده دي 27/11 والنهارده 27/11 فانا لسه ممارسها النهارده فالدنيا تمام. طب يا عبد الرحمن قبل ما نختم الدوال بتاعتنا ونقفل النقطه ديت، انت كنت قلت حاجه كده في الاول في انواع الدوال، التحقق من الفراغ. ايه التحقق من الفراغ دي؟ ما فهمتهاش. جاي بيقول لك يبقى انا دلوقتي معايا في الصفحه بتاعه الكورسات بتاعتي مثلا عندي تاريخ البدايه وعندي تاريخ النهايه. انا لو في كورس عندي مفهوش تاريخ نهايه فانا عاوز اعمل ايه؟ عاوز اعرض رساله اذا كان الكورس بدون تاريخ نهايه يقول لي ان هو لم يتم التحديد، ان الكورس ده ملوش تاريخ نهايه، اقدر اتعلمه في اي وقت انا عاوز. فنقول مثلا ان احنا هنعمل فورمولا نفهم عملي احسن، يعني انا ما بحبش اشرح اكتر ما بحب اللي انا اوريك الداله نفسها. هنقول اف وقلنا ان الجزئيه بتاعتنا empty اللي هو التحقق من الفراغ، وهنفتح قوس. احنا بنتكلم عن تاريخ النهايه ان الداله دي ملهاش قصدي الكورس ده ملهوش تاريخ نهايه، فهنختار الاند ديت بعدين نقفل الجزئيه دي بتاعت الامتي، حط كوما. عاوز يطلع لي ان هو لو الاند ديت امتي يطلع لي ايه؟ هنقول مثلا لم يتم تحديد. انا قاصد ان انا ادخل لك النصوص العربي في الانجليزي عشان اعرفك ان الفورمولا شغاله معاك عادي ما بتفرقش معاها، وخصوصا جوه علامتين التنصيص عشان انت كده كده بتدخل نص فهو هيطلع على هيئه نص، اما الدوال كلها طبعا بالانجليزي. نحط الكوما عشان كده نفصل النقطه دي عن النقطه اللي بعدها، وهنقول مثلا طب انا دلوقتي قاعده اف بتقول ايه؟ ان لو الاند ديت ده فاضي هيظهر لي لم يتم التحديد. طب لو مش فاضي ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لي التاريخ. طب انا التاريخ ده عاوزه يطلع لي بصيغه معينه. في البرايورتي بتاعت الديت انا بقدر ادخل على ايديت بتاعت البرايورتي نفسها واقدر اغير الصيغه براحتي، دي نقطه احنا عارفينها قبل كده لما كنا بنشرح البرايورتي. طب انا دلوقتي في الفورمولا فانا ما عنديش الجزئيه بتاعت الديت، اعمل ايه؟
عادي جدا هتدخل لها دالة فورمات ديت، وهندخل فيها الاند ديت اللي احنا شغالين عليه، نحط الكوما. عاوزينه بقى يظهر معانا ازاي؟ اول حاجه هنحط علامتين التنصيص بتوعت، هو اصلا طلعهم قدامك. اول حاجه انا عاوزه يظهر لي الايام في الاول، انا بحب الشكل ده عموما اللي هو بالارقام ويكون الايام بعدين التاريخ بعدين بعدين السنه، الايام بعدين الشهر بعدين السنه. فهنقول ديت اللي هي بترمز ان اليوم بيتكون من رقمين، انت اخرك 31 يوم، فهم اخرك رقمين 1 و3 اللي هو 31. بعدين علامة السلاش ام كله كابيتال طبعا، بعدين واي واقفل علامتين التنصيص. دلوقتي القوس ده كده بتاع الجزئية دي، احنا عاوزين نقفل قوس الدالة بقى بتاعت الاف نفسه، الدالة كاملة. ادي كده الدالة مقفولة. لو تاخد بالك في النقطة دي، انا عندي مثلا هنا الفورمات دي دالة، تمام؟ القوس بتاعها بادئ من هنا وانتهى هنا اهو. طب القوس التاني ده بتاع الدالة بتاعت الاف اللي هو ورا خالص ده. فركز في جزئية الأقواس وركز في جزئية الحروف اللي بتدخلها. طب تعالى نشوف الدالة دي اشتغلت معانا. زي ما انت شايف دلوقتي ادي الدالة شغالة معانا. طب تعالى نقول مثلا احنا دخلنا 2 واي بس، عشان كده مطلع لي السنة بالجزئيتين اللي هو على هيئة رقمين. لو كنا دخلنا الواي 4 مرات كابيتال كان هيطلع لي بنفس الشكل ده اللي هو ايه 2026. تعالى مثلا نجرب نمسح مثلا دي من هنا، لم يتم التحديد ان الكورس ده كده ملهوش ايه موعد نهائي. نشرح الجزئيه بتاعتها هنا. ديت فورمات اضغط عليها هتلاقي فول ديت دي اللي بيظهر معاك بالاس شهر والتاريخ بتاع اليوم بعدين السنه. تمام، انا ما بحبش الشكل ده. الشورت الصغير اليوم والشهر بس من غير السنه. بيبتدي هنا بالمانث اللي هو الشهر بعدين اليوم بعدين السنه. هنا ده اللي انا بفضله، يوم شهر سنه. هنا سنه شهر يوم، معرفش بيعكسها ليه. ريفيليتيف دي نيكست ساتردي انا عمري ما استخدمتها، اللي هو الاسبوع اللي جاي السنه الجايه الشهر اللي جاي وكده يعني. فاحنا عاوزين ندخل على الايديت برايورتي فورمات ديت. انا جبتها لك من الناحيتين من الطريقتين، ممكن تجيبها من هنا. تقدر تضيف الساعه برضو تايم فورمات، تمام. وتقدر تعمل اللي هو نظام نوتيفيكيشن اللي هو تنبيه ليك لو انت الموعد ده قرب. ممكن تعمل اللي هو اللي احنا كنا عاملينه بتاعت ال7 ايام من هنا برضو. البرايورتي بتاعت الداتا عموما شامله حاجات كتير جدا. معلش انا عارف ان الفيديو طويل، بس شويه نصائح كده خلينا نتكلم شويه عنها، واخطاء شائعه بتتكرر كتير لما تعرفها دلوقتي تبقى هتسهل لك الموضوع قدام. اول حاجه قبل ما اعمل اي فورمولا انا لازم ابقى انا عارف انا عاوز اعملها اصلا ليه. لو انا ابقى محدد الهدف منها هقدر احدد الصيغه اللي هكلم البرايورتي بيها علشان ايه تحقق لي الهدف اللي انا عاوزه. تاني نقطه، قبل ما اشتغل على الفورمولا طبعا انا لازم ابقى مجهز كل البرايورتيز اللي انا هدخلها جوه الفورمولا، واكون متاكد من انواعها مظبوطه صح، واكون برضو متاكد من اسمائها انها مكتوبه صح. انا دلوقتي قدام الفورمولا دي اللي كنا شغالين عليها من شويه، انا ضفت عليها السي بس، فيها جزئيه تكست والباقي نمبر. فانا عاوز اسيب التكست زي ما هو، بس انا خلاص بقى فهمت ان هو انا لو عاوز اجمعه معاهم لازم استخدم الداله الخاصه بيها اللي هي الداله دي. كل ما في الموضوع اللي انا عاوز اكلمك عليه ان الدوال مثلا في الارقام وفي التواريخ وفي جميع الدوال، فانت بتتعامل كانك بتتعامل مع الرياضه. اذا كانت البرمجه او الفورمولا اغلبيه المعادلات دي انت شغال رياضه طبعا. فانا دلوقتي لما اجي اقول له اللي انا عاوز اجمع ايه مع بي بعدين اضربهم في سي علشان يطلع لي الناتج، هنا مطلع لي الناتج 160. ليه؟ عشان هو هنا في المعادله ديت هو ضرب سي في بي الاول بعدين جمعهم مع ايه. طب ليه؟ عشان هو دايما عمليه الضرب بتسمع الجمع، دي اساسيات الرياضه. طب انا لو عاوز اجمعهم اخلي الجمع هو الاول، اول حاجه لازم اعملها ان انا احط ضمت ما بين اقواس كانك بتذاكر درس رياضه. شوف الناتج معانا هنا اختلف ازاي، على حسب الناتج معاك اختلف. انك تعمل المعادله بالشكل ده طبعا هيكون اسهل بكتير. انت تسيب البرايورتيز وتسيب الدوال بتاعتك كده مترميه. لازم ان اي حاجه او كل جمله انت بتقولها في اي داله من الدوال عموما اقفلها بقوسين. يعني انا دلوقتي خلصت الجزئيه دي وعاوز اشتغل مثلا على السيل بعدها وهسيبها فاضيه، اقفلها بين قوسين عشان نبقى معروف ان السي دي كده برايورتي لوحدها او ليها عمليه لوحدها، عشان لو جيت اضيف اي حاجه تاني بعد كده على الداله ديت ما تدخليش الدنيا في بعضها. دايما اختبر الفورمولا بتاعتك على سطر واحد بس. انا دلوقتي كاتب سطر قدامي هنا، او لو انا معايا الداتا كامله عموما، بس دايما مركز على الجزئيه اللي هنا دي. لو شفت الناتج بتاعي انا مثلا جامع الارقام دي وعامل انا المعادله دي في دماغي من نفسي، وشفت الناتج ده طلع صح، يبقى انا الداله بتاعتي اللي انا مستخدمها صح.
طلعت غلط ما طبقش واخرج واقعد اشوف واعيد، لا انا خلاص انا كده كده في سطر انا حاطه في دماغي، انا عارف النتيجه بتاعته زي ما قلت لك في الاول. انا عارف النتيجه اللي انا عاوزها تطلع من الداله دي ايه، فانا قاعد مستني اشوف النتيجه دي هنا. اول ما تظهر هنا خلاص اقفل، الدنيا خلصت، الحوار منتهي. طب النتيجة دي ما ظهرتش هنا، ساعتها اقدر اراجع واشوف انا غلطان في ايه والمشكلة فين. تالت نقطة معاك، استخدم قاعدة اف اللي لسه كنا شارحينها من شوية بذكاء، عشان انت ممكن تستخدم الاف، احنا استخدمناها مرة واحدة على فكرة تمام. غير كده انت ممكن تستخدم اف وتحط القوسين بتوعك وتكتب المعادلة بتاعتك كاملة، ويبقى جواها اف تانية واف تالتة، وتلاقي ان الدنيا بدأت تدخل مع بعضيها. فركز واحدة واحدة. ان الحلقة بتاعت النهاردة عموما دي حلقة تمهيدية عشان تعرف بس يعني ايه فورمولا ويعني ايه دوال وايه اصلا هقدر استخدمها في ايه. دي فكرة عامة كده بسيطة. رابع حاجة، اقرأ رسائل الاخطاء اللي نوشن بيقولها لك وتعلم ازاي تقراها عموما، عشان نوشن بيقول لك فين المشكله بالظبط، وغالبا هتكون علامه تنصيص ناقصه او قوس حاجه من كده. استخدم الامتي برايورتي اللي احنا كنا شارحينها من شويه. استخدم الداله بتاعه الامتي، يعني انا اي جدول عموما بعمله وبيكون مثلا في خانه انا بدخل فيها بيانات وبشيل منها بيانات كتير، لازما في الداتابيز دي يكون في فورمولا في الجنب عباره عن الامتي للداله دي فقط لا غير، عشان تظهر لي لو انا في يوم مثلا وانا بدخل البيانات وانا بشيل البيانات في جزء مثلا او منتج معين انا نسيت ادخل البيانات بتاعته او نسيت اضيفها، فيكون هو ظاهر لي بره في احدى مثلا الفيوز اللي انا ببقى بعملها، ظاهر لي بره ان المنتج ده بياناته ناقصه. عندي مثلا في الاخطاء الشائعه مثلا اللي انا انسى علامات التنصيص اللي انا بحدد بيها الاسم. انا عاوز مثلا افتح البرايورتي او اشتغل على البرايورتي بتاعت حرف الاي دي مثلا، فانا ما ينفعش احط اي كده واقفل وخلاص واقول له نعتبر ان دي كده خلاص البرايورتي. نوشن مش زي اكسل، فالدوال مختلفة، فخلي بالك في الفرق ما بينهم. اخر نصيحة، لو اتعقد عليك الفورمولا قسمها لاجزاء صغيرة واختبر كل جزء لوحده. دلوقتي انت فاهم الفورمولا في نوشن وازاي تستخدمها عشان تتحكم في بياناتك. ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، ولو عندك اسئلة او عاوز امثلة معينة على الفورمولا اكتبها في كومنت. شكرا.